مرحبا جميعا، احنا هلا وصلنا على ذا بيتش بي ار. جايين اليوم نكتشف مكان كثير منكم مروا حواليه وسالوا شو هو هذا المكان. المكان رح يفتتح قريبا وراح نورجيكم اياه هلا من برا، وكمان رح نورجيكم اياه من جوا. كثير منهم انا مرينا من جنب هذا المكان وكنا نتساءل شو هو هذا المكان وشو رح يفتحوا هون. هل مطعم، هو فندق، هو بوتيك، هو ايش؟ اليوم رح نتعرف عليه من جوا. تفرجوا على المدخل تاعه، كثير مميز، والنافورة هاي بتشعرك انك كأنك برا البلد مش موجود بدبي. بعد التشويق كله راح احكي لكم انه فتح هون مطعم هو اسمه لابوهيم، هو فرنسي وبرازيلي، وشوفوا الديكور من جوا كثير فاخر، بيقدم انواع من الستيك ومن الاكل الفرنسي. الديكورات كثير مرتبة، منها جزء كلاسيكي ومنها جزء مودرن. طبعا كثير ناس سألوا عن الشيشة، في مكانين للشيشة، هذا واحد منهم هو عبارة عن تراس صغير، وكمان في مكان ثاني هلا رح اورجيكم اياه بيقدموا فيه الشيشة. هاي القعدة الثانية كمان بتوفر الشيشة فيها، وهي جلسة داخلية جوا المطعم. وهلا رح اورجيكم كيف الديكورات وكيف مبدعين. طبعا احنا اليوم موجودين بهذا المطعم مع مجموعه من الاعلاميين نعطينا بالاكل قبل الافتتاح الرسمي له، وكمان رح نعطيكم فكره كيف المطعم شغال. هلا بهاي اللي هون بهالطريقه لما بتكون موجوده بهاي معناته احنا بدنا لحمه، لما بنشيلها وبنحطها هون فاحنا هيك شبعنا وخلصنا وبطلنا بدنا ناكل. طبعا هلا وصلنا لمرحله الشبع، عشان نفهمهم انه احنا شبعنا لازم نشيل هاي ونحطها هون، وهيك رح يفهموا انه خلص ما في داعي تسيرف اكل. لكل اللي بيحبوا الخصوصيه او عندهم فعاليه خاصه فيهم، فهي الغرفه موجوده للفعاليات الخاصه جدا جدا. هيك ديكوراتها من الداخل، وهلا رح اورجيكم باقي الغرفه كيف بتكون ديكوراتها. واهم شيء الطاوله، شوفوا كيف من جوا. طريقة عرض الحلويات عندهم مختلفة، هي عبارة عن هاي البوفيه للحلويات، بتضم عدد من الحلويات وأنواع مختلفة منها، وبتكون على داير ما يدور موجودة نوع مختلف من الحلويات. يعني هون شوكليت وشوكولاتة بيضاء وغيرها من الأنواع المختلفة. أنت بتختار الحلويات، وهون الويتر بيجي بيساعدك لا يقطع لك إياها، فبسك بفتح لك إياها وبيقدمها.